قولوا لي بقى، الشقة دي شقة الأحلام ولا لأ؟ أي واحدة منكم تتمنى إن يبقى فيو شقتها كده ولا لأ؟ قولوا لي في التعليقات. تحبوا تسكنوا كده على البحر ولا لأ؟ في ناس على فكرة بتخاف من البحر، بس الفيو اللي قدامكم ده حد يقدر يقاومه؟ يلا بينا نبدأ مع بعض ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة أنا معاكم في اسكندرية، هفرجكم بقى أو هعمل لكم سلسلة وهتفضل متثبتة عندي في القناة لمجموعة من الشقق. يا رب ان شاء الله تنال اعجابكم. احنا داخلين على صيف وعايزه كل حبايبي بقى يشرفونا هنا في اسكندريه. في اسكندريه فين؟ عايزه في جليم هتلاقي، عايزه في السرايا موجود، عايزه في سباباشا موجود، عايزه في سيدي بشر موجود، عايزه في اي حته فيكي يا اسكندريه هخلق لك شقه. لا اله الا الله. هتكون عندك الشقه الفندقيه اللي انت تحلمي تقعدي فيها. ايجار طبعا، عايزه تمليك من العندي قبل العندي. انا رايحه فين دلوقتي؟ انا رايحه في 466 طريق الجيش في السرايا، تحت العماره ادوارد سايكل. كل الاسكندرانيه عارفين المكان ده كويس جدا، واللي بره مصر او حبايبي بقى اللي في القاهره ولا في اي محافظه تانية في مصر هيعرفوا يوصلوا للمكان ده. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين وصلت عند باب العماره. بصوا كده، عايزه اقول لكم ان التعامل هنا في الشقق اللي انا بتكلم عليها او اللي انتوا هتشوفوها عندي على القناه مع الحاجه مها. مين يا ايمان الحاجه مها؟ الحاجه مها دي يعني حبيبه قلبي. عايزه اقول لكم ادب واحترام وذوق واخلاق ونظافه، وهي صاحبتي وفعلا انا بثق فيها، يعني ثقه عمياء. هاخد الشقه وانا مغمضه من وراه ايديها. هي طبعا الشقه دي ربنا يبارك لها يا رب، من زي ما قلت لكم من شرق اسكندريه لغربها هتوفر لك شقه. الشقق كلها موجوده وكلها زي ما انت شايفه او هتشوفي يعني لسه في الفيديو، شقق فندقيه كامله مكمله. الحاجه مها ارقامها هتبقى في اول تعليق مثبت، وتعاملوا معاها على ضمانتي يا جماعه. الشقق دي صيف شتاء شغاله، مش شغاله في الصيف بس لا، ومش حد ساكن فيها، يعني موجوده منين ما هتقولي انا عايزه الشقه كذا هتلاقيها موجوده. يلا نطلع بقى مع بعض ونتفرج على اول شقه. هنور بقى كده النور بتاع السلالم. بصوا زي ما انتم شايفين العمارة نظيفة وزي الفل اهو. هندخل الشقة بتاعة الدور الثامن، نسمي الله كده. وبرده سلالم نظيفة بس انتي مش محتاجاها، سلالم نظيفة وعمارة نظيفة وزي القشطة. تعالوا بقى ندخل الشقة كده ونقول بسم الله. يلا كده بسم الله الرحمن. زي ما انتم شايفين يا جماعة الشقة زي الفل، مش هتعملي فيها اي حاجه، ما تقوليش بقى هروح انضف ولا الكلام ده كله خالص. الشقه زي الفل. اول ما هتدخلي ادي كده زي ما قلت لك باب الشقه على يمينك اهو، وادي الريسبشن كله قطعتين وممكن ياخد 3 كمان، والكنب برضو هوريهولك ممكن تستخدميه كانه سرير او حاجه زي كده. طيب هنا السفره بتاعتنا تكفي 6 افراد، حلوه، وممكن تاخدي كراسي من بره تزودي بيها من البلكونه يعني. واهم حاجه طبعا كلنا بنبقى عايزينها في كل الشقق الواي فاي. انا بقول لك شقه فندقيه، يعني مش هتضطري تعملي يعني بصي انت قاعده في فندق، انت قاعده في فندق ما تجيبيش معاكي حتى ملايه، ودي على ضمانتي انا، انتوا عارفين قد ايه انا يعني بصي دقيقه في الحاجات دي جدا. ولا تجيبي ملايه ولا تجيبي اي حاجه معاكي، تعالي بس كده بشنطه هدومك بس، وما تجيبيش اي حاجه تانية خالص خالص معاكي. فادي ايه السفره بتاعتنا. العفش ده من اباني، وبرده هدخل لكم برده على باقي الريسبشن اصوره لكم. بس هنا زي ما انتم شايفين فرشين هما السجاد. احنا طبعا لسه في شتاء، بس بقى انت بقى ايه وذوقك، حابه تلميه حابه تفرشيه انت بقى ايه وراحتك اثناء استخدامك للشقه. ادي كده الريسبشن. طب لو انا جيت على اليمين بقى كده هدخل هلاقي بقى على يميني في هنا تويلت صغير للضيوف اهو. كنتي عيله بقى ومعاكوا ولاد وجايين من البحر بقى والكلام ده كله، هيدخلوا على طول على التويلت ده. تمام، ونضيف برضو زي الفل اهو، ومرايه بقى وكله تمام، وفي دش بقى، فيعني قصدي تقدري تستخدميه مش مجرد قعده تويلت بس. ندخل على تاني حاجه المطبخ. بصوا اصوره لكم من بره. شايفين يا جماعه وانتي بره كده انتي مش محتاجه حاجه تانية، يعني انتي شايفه قدامك الميكروويف البوتاجاز الغساله كل حاجه. اصورها لكم برضو بالتفصيل من جوه قد ايه هي نظيفه. هفتح لكم دواليب المطبخ عشان تشوفوا ان كل حاجه مجهزه في الشقه. ادي كده بس المطبخ ايه لقطه كده من بره اهو. تعالوا بقى اوريكم المطبخ بقى. معانا فيه ادي الكتل ماشي، الميكروويف كتل تورنيدو، ميكروويف تورنيدو، مش حاطالك اي حاجه في الشقه. التلاجة ريستون اللهم بارك كبيرة وشغالة
تحطي بقى فيها اكلك بقى بتاع المصيف او ايا كان بقى انت جايه في انهي توقيت. احنا شغالين معاكي صيف شتاء، صيف شتاء. الشقق زي ما انت شايفه كده بمنتهى النظافه. بصوا مش عايزه اقول لكم، انتوا احكموا على الفيديو عشان ما تقولوش ان انا ببالغ. حاجه زي الفل. معنا كمان بصوا الفرن القطه ده الصغير ده، يعني انت مش جايه بقى ايه في المطبخ تعملي طواجن بقى وبتاع، بس برضو عندي بوتاجاز تاني. يعني انا بقول لك ده فرن ومعايا بوتاجاز برضو لو حابه بقى انت بقى ايه تيجي المصيف وتعيشي حياتك. في معايا فلتر، والشقق كلها فيها الفلتر، وكل حاجه شوك ومعالق صواني. تمام. طقم توزيع. البوتاجاز بتاعنا اهو، شايفين النظافه اهو، 4 عيون. فرن كمان شغال. بقول لك كل حاجه، مش هتحتاجي اي حاجه بقى ايه تشيلي همها. برضو في التقفيله حاطين لك بصي طقم اركوبال، ومعاكي كوباياتك، حتى كنكه القهوه محطوطه. تمام. ادي كده في الاول الشفاط والشباك. الشباك ده بيطلع برضو تهويه جميله لما يتفتح. بصوا بقى هنا الخلاط. قليل لما تروحي شقه مصيف او شقه تكوني مأجراها وتلاقي فيها خلاط، تساليني انا. براد عشان لو مش عايزه تستخدمي الكاتل حاطين لك براد، ده لو انت بقى ايه من الناس اللي ما بتحبش تستخدم الكاتل، مش ناسينك في اي حاجه. وطبعا السخان عشان لما تيجوا في الشتاء، هتيجوا في الشتاء بقى ايه تستخدموا ميه ساقعه، طبعا لا، السخان موجود. وكل ده غاز طبيعي، يعني مش هتقولي الانبوبه مش شغاله، مش هتقولي سايبين لي الشقه من غير غاز، لا مفيش الكلام ده. وادي حلل بقى، بصي ما اقولكيش 3 4 حلل وصينيه وطاسه. وهنا كمان بصوا تحت الحوض المكانس بقى والحاجات لو انت حابه تستخدميها، وسايبين لك برضو معقم، وسايبين احنا بنسلمك الشقه زي الفل، ومع ذلك سايبين لك برضو ادوات نظافه لو انت حابه تكوني بقى ايه تعيدي على الحاجه اللي ايه اللي انت قدامك. الغساله برضو بتاعتنا تورنيدو وشغاله وزي الفل، وزي ما قلت لكم اهو الغاز الطبيعي وراكم. تمام كده. في هنا كمان برضو تقفيلات اهي، تعالوا اوريكم. بصوا بقى معايا، بصوا عايز تشربي قهوه فناجين القهوه قدامك، شاي الشاي قدامك، كل حاجه دي طبعا ايه. وهنا كمان في مكوه اهي، هوريها لكم برضو جوه. خلاص كده. وفي برضو سايبين لك طقم توابل لو حابه تفضي بقى الشاي والسكر والقهوه والحاجات بتاعتك هتفضي فيها. وهنا برضو ملح كمون، مش اي حاجه، ما تجيبيش حتى برطمان معاكي فاضي. خلاص كده. ده كده المطبخ، يعني يعتبر انا صورته لكم كله، فاضل بس الضرفتين دول. فيها حلل زياده كمان، يبقى انت معاكي دلوقتي بتاع مثلا 7 8 حلل. مش هتروحي تقولي دول سايبين لي الشقه من غير حلل وهجيب مواعين منين، لا. وادي المعالق والشوك. ما تجيبيش معالق برضو، بقولك على ضمانه ايمان شخصيا، الحاجه زي الفل. هتغسليها بشويه ميه دافيه وخلاص على كده. وفرشين لك برضو ايه عتبه صغيره كده في قلب ايه المطبخ. يبقى ده كده المطبخ كله يا جماعه، صورته لكم بالتفصيل، لان دي اكتر حاجه بتهمنا لما نكون رايحين شقه مصيف، ان نلاقي كل حاجه موجوده عندنا وما نحتاجش ان احنا بقى نشتري ولا شوك ولا معالق ولا الكلام ده كله. خلاص كده. نكمل بقى يا جماعه. دخلنا كده، سيبنا المطبخ وسيبنا تويلة الضيوف. معانا هنا كنبه كده صغنطوطه وجميله، بصوا الشياكه اهي، وقدامها كونسول. انتي قاعده في شقه فيها كل حاجه. ادي الكونسول كده بالمرايه بتاعته، تظبطي طرحتك، تظبطي حياتك قدامه زي الفل. وندخل بقى كمان على الكنب بتاعنا. شايفين النظافه والجمال، كل حاجه بتاخديها على المسطره. يعني بصوا عارفين الكشكشه دي عشان انا بس قعدت هنا او جوزي قاعد هنا، لكن انتي ما بتاخديش حاجه، بصوا معوجه بس. كل حاجه زي ما انتم شايفين كده بالنظافه اللي انتم شايفينها. الكنب ده من اباني، السجاد زي الفل. ومعانا طبعا هنا شاشه كبيره ما شاء الله 60 بوصه اهي، وشغاله وزي الفل. الريموتات بتاعتها اهي، تقعدي سلطان الزمانك. تمام. تعالوا بقى لاهم ما في الموضوع. اهم حاجه بقى في الموضوع كله هي ايه؟ هي الفيو اللي انا جايه عشانه. الفيو بتاعنا بقى ايه يا جماعه؟ بصوا انا اصلا لسه ما فتحتش البلكونه، وشايفين الجمال، اللهم بارك. اسكندريه دي يا جماعه العشق. بصوا بقى، تعالوا كده بقى ادخلوا معايا بقى في البحر على طول. انتي دلوقتي قاعده في قلب البحر، شايفين الفيو الفظيع. ايه رايكم؟ ايه رايكم بجد؟ قولوا لي رايكم في التعليقات. حاطين لك هنا بقى مرجحه تقعدي عليها بقى بصي تاخدي فنجان القهوه بتاعك. اكيد الصوت بتاعي على فكره فيه دوشه صح؟ خلوني اتكلم جوه. تاخدي فنجان القهوه ولا كوبايه الشاي بتاعتك وتطلعي في البلكونه القمر دي. عايزه ايه انت تاني بقى؟ افصلي من الدوشه ومن المذاكره ومن الولاد ومن كل ده، وتعالي اقعدي بقى زي انا ما انا قاعده كده. بصوا بقى انا كده قاعده في المرجحه، شايفه ايه؟ شايفه البحر. انا قاعده مع الناس اللي جوه الميه، الناس كلها في البحر اهي. بصوا
في ناس الجو النهارده مايل للصيف كده شويه، فتحسوا ان الناس ايه عايزه تنزل الميه. النهارده 25 ابريل، 25 ولا كام النهارده؟ 25 ولا 26؟ النهارده 25 ابريل الجمعه. انا الفيديو ده عاملاه لكم يوم الجمعه. فده الفيو بتاعنا يا جماعه. انا كنت موسعه لكم التصوير، وتحت منك بقى كل حاجه شايفه. هطول لكم شويه بقى في الفيو ده عشان ده بقى ايه تستمتعوا زي انا ما انا واقفه ومستمتعه كده، حاسه ان انا مالكه اسكندريه كلها. طبق الدش بتاعنا ده بتاخديه مظبوط وزي الفل عليكي ان انت بس تفتحي التلفزيون وقنواتك كلها شغاله. ايه رايكم يا جماعه في الفيو؟ تمام. تعالوا بقى اوريكم اوض النوم. احنا كده في الدور الثامن يا جماعه. بصوا احنا في الثامن، بس تحسوا انه قريب مش بعيد اهو. تعالوا بقى ايه نرجع كده وندخل بقى علشان نصور الاوض بتاعه النوم. الستاير بتاعتنا بقى برضه عايزه اوريكم كده. نقفل كده. لو عايزه تضلمي بقى الشقه، تكوني مثلا حد بقى انتوا عدد كبير، ما انت ممكن تيجي انت مثلا واختك، انت وصاحبتك، حد مثلا من الولاد محتاج انه ينام على كنبه على بتاع، هتضلمي له الستاير ويعيش حياته. تعالوا بقى خلاص كده سيبنا البلكونه وسيبنا الفيو الرهيب ده. تعالوا بقى ندخل على باقي الشقه. يلا. ادي هنا كده بقى الحمام التاني. بصوا ريحه النظافه يا جماعه طالعه من الحمام، مش عايزه اقول لكم. شايفين الارضيات، الحوض، المرايه، كل حاجه زي الفل اهو. يبقى ده الحمام التاني. احنا كده صورنا الحمام اللي بره خلاص تمام. هنقيد بقى نور الطرقه. بصوا بقى اهو، وندخل بقى على الغرف جوه. بصوا برضو تسيبي دي كده شغاله بالليل كده وانت نايمه، حاجه جميله. تعالوا كده بسم الله. هندخل بقى معانا غرفتين. دي اول واحده. بصوا بقى شايفين اللمسه، شايفين اللمسه اللي معموله بقى دي. معانا هنا فريق جامد جدا جدا في موضوع النظافه. دول ما بصوا ما عندهمش يما ارحميني زي ما بنقول. ادي الاوضه الاولى، وعايزه اوريكم بقى وانت نايمه على السرير هتبقي شايفه ايه. بس هوريكم الاول بس السرير والكومودينات بتاعته والنظافه. معايا بطاطين في كل الشقق دبل، ومعايا بطاطين واحده بس راق واحد، ومعايا كوفرتات. يعني اي حاجه انت عايزه تتغطي بيها هتلاقيها. وهفتح لك الدواليب برضو واوريكي. الاوضه اهي الارضيه باركيه. الكرسي بقى القمر ده اللي يخليكي برضو بصي يعني تفصلي، تحطيه هنا كده على الفيو القمر ده. افتح لكم بقى الشباك ده كده او البلكونه دي. بس هي على فكره دي مقفوله تقريبا، دي مقفوله، احنا قافلينها علشان دي اصلا ما بتتفتحش، محدش ينفع يطلع فيها اهو. بصي انتي قاعده على السرير. تعالوا كده اقعد معاكم على السرير. بصوا انا قاعده على السرير والميه فين؟ البحر قدامي. انا بس استنوا يا جماعه. شايفين انا كده بالظبط اهو على السرير، البحر كأن السرير جوه الميه اهو. الستاير بتاعتي بصوا الستاير شايفين زي القشطه وزي الفل وذوق جميل. وادي الفيو من الاوضه اللي هي بتاعه النوم اهو. تعالوا كده بقى اوريكم هتلاقي ايه لما تفتحي الدولاب. بصي كده معايا ست الكل، هتلاقي ادي بطانيه وادي التانية. وبصي مش اي بطاطين، البطاطين زي الفل. بعد كل عميل بيكون موجود البطاطين دي بتتغسل بتروح المغسله وترجع نظيفه بريحه. بصوا الكلور والديتول بيبقى فيها زي الفل. معانا هنا كمان برضو ادي كوفرتات. ادي واحده اهي كوفرته قطن جميله لو انت في صيف وعايزه تحطيها بس كده على وسطك وانت نايمه. ومعانا طبعا الملايات البيضه اللي هي معتمده عندنا في كل الشقق زي الفنادق بالظبط. لما تروحي فندق دايما تلاقي الملايات كلها ابيض فابيض كده. ومعانا هنا مخده زياده فايبر لو انت مثلا معاكي حد بره هينام على كنبه ولا حاجه تديها له. ومعانا هنا بزياده برده. واي حاجه انت بتحتاجيها بتعملي تليفون وتقولوا انا ناقصني كذا. ده لو لقيتي حاجه اصلا ناقصاكي. التكييف طبعا نسيت انور لكم كمان النور بتاع النجفه. كل حاجه مهتمين بالتفاصيل بتاعتها. تكييف شغال. هتلاقي بس هتيجي تفتحي الدرج تلاقي الريموت جنب ايدك على طول. انا بقولك مش هتسالي ولا هتدوري على حاجه. تعالوا بقى اوريكم بقى الاضاءه الجميله دي بقى لو انت نايمه بقى كده اهو. ادي كده اهي دي الاوضه كده من بره. خلاص خلصنا بقى الاوضه دي. نقفل بقى كده وندخل بقى على الاوضه اللي وراها. بصوا اول ما بتشدي الستاره البلاك اوت بتلاقي الاوضه ضلمت وبقت بصوا استعداد للنوم. وادي الزرار كمان بتاع التكييف. نقفل بقى
اهو بصوا بقى الاضاءه مع الجبسون بورد الهادي ده فظيعه. خلاص خلصنا الاوضه دي، نطلع بقى كده ندخل على الاوضه التانية اللي هي الدبل. شايفين الجمال؟ بصوا ادي الاوضه التانية. تعالوا بس ننور النور. وكل الشقه على الفيو، الشقه كلها على البحر اهي. بصوا حبايبي، ادي الملايات بالدفايات بالفيو القمر، نفس الفيو اللي انا صورته لكم، لان الشقه واخده عرض العماره كلها يعتبر، فواخده بقى كل الشبابيك والبلكونات على الفيو الساحر ده. معانا المنشر هنا تنشر عليه، الغساله بقول لكم شغاله زي الفل، تنشري عليه حاجتك حاجه ولادك وخلاص. حابه تنشريه او حابه تاخديه تطلعيه بره في البلكونه بقى، دي حاجه ترجع لك انت. ادي السراير بتاعتنا، المراتب بتاعتنا انا لازم اوريها لكم. بصوا سوري بقى، احنا هنفك بس الرابطه دي بس عشان اوريكم ان هو مش منظر على الفاضي، لا احنا حاطين لك كفر مرتبه، حاطين لك كفر كمان للمرتبه، وبعدين هتفتحي بصوا النظافه، هتلاقي المرتبه اللي زي الفل كانك قاعده ونايمه في بيتك بالظبط مطمنه. دايما بنقلقوا من الشقق، شقق مفروشه، شقق مش عارف ايه، فلكن لا هنا بصوا كل حاجه متعقمه وزي الفل. وبرده المروحه موجوده مع انك مش هتحتاجيها اصلا. باسكت للزباله، بصوا المكوه اللي قلت لكم هنلاقيها جوه اهي. وادي الدولاب، وادي الضرفه التانية. بصوا بقى اهو تمام، مش عايزين نفتحه بقى عشان ايه ما نعطلش نفسنا اكتر من كده. ادي بطاطين تحت اهي، بطانيه ودفايات وكوفرتات، كل حاجه بقى عشان تبقي عارفه انت جايه على ايه. الارضيه باركيه وكل حاجه، كل اوضه فيها واصله للسلك. لو انت جايه مده طويله بقى وهتقعدي هنا فتره طويله وعايزه تنقلي تلفزيون بقى في اوضه زي دي براحتك بقى خالص اهو. خلاص كده ده يعتبر دي شقه السرايا الدور الثامن تمام. وزي ما وريتكم وانا جايه كده في العربيه اللوكيشن بتاعها بالظبط، وهتنزلي فين وهتعملي ايه كل حاجه. بس الطرقه بتاعتنا فيها شباك اهو برضو للتهويه. بس خلاص كده يا جماعه خلصنا كده بره، وادي كده بقى ايه خلصنا اول شقه. بس ايه رايكم؟ دي الشقه رقم الدور الثامن. هوريكم كمان شقه برضو، ومش عارفه بقى هتبقى في الفيديو ده ولا احطها لكم في فيديو تاني. يبقى دي كده اول شقه معانا.